اليوم قلوبنا كاملين معصورة وإحنا كنتبعوا صور جوج ملائكة غزات مواقع التواصل الاجتماعي، ماشي باش نفرحوا بضحكتهم ولكن باش نتمناو رجوعهم لعائلاتهم. سندس من قلب مدينة شفشاون ويونس من رمال زاغورة، جوج حالات اختفاء في ظرف وجيز خلات المغاربة كاملين حاطين يدهم على قلبهم. فين مشاو هاد الوليدات؟ وكيفاش ثواني قليلة كانت كافية باش تقلب حياة عائلاتهم الجحيم؟ البداية من شفشاون وبالضبط من حي جرين. يوم الأربعاء 25 فبراير غبر الأثر ديال الطفلة سندس اللي في عمرها 2 سنين. الجدة مسكينة كانت كترزق الله، طلعت تبيع خبيزة رمضان اللي كتصوبها، وفاش رجعت لقات الدنيا مقلوبة. سولت بخلعة فين سندس؟ والجواب اللي كيبين حجم سوء التفاهم اللي وقع هو وقيل مشات مع جدها. اليوم وحنا في النهار 9 السلطات والدرونات والكلاب المدربة باقين كيمشطوا المنطقة. اللغز محصور في واحد صباط لقاوه في إحدى النقط، ولكن في مواقع التواصل الاجتماعي الآراء منقسمة وبزاف. كاين اللي كيقول البنية غبرات وطاحت في الواد، وكاين اللي كيشك باللي كاين لغز عند العائلة، وكاين اللي كيهضر على اختطاف مدبر. هذا التضارب في كلام الناس زاد من غموض القضية، خصوصاً مع توقيف واحد الشخص اللي حاول يبتز العائلة ويستغل جرحهم. وفي أقصى الجنوب في زاغورة دوار أولاد العشاب، الطفل يونس العلاوي رضيع يالله كمل عام واحد غبر حتى هو عصر يوم الأحد 1 مارس من قدام باب دارهم. طفل في هاد السن يالله كيبدأ يخطو، ما كيقدرش يتمشى مسافات طويلة، وهاد الشي اللي خلى فرضية الاختطاف هي اللي طاغية. وفي مواقع التواصل الناس كتهضر بخوف على خرافات الكنوز والزهريين. هاد المعتقدات اللي مبنية على الجهل والشعوذة هي اللي مخوفة الوالدين كتر. هاد الفواجع كتعطينا دروس قاسية لازم كل أم وأب يوعاو بيها. أولاً خطر الاتكال والغفلة في المناسبات، أو ملي كتكون الأم نفساء والعائلة ملهية ومجموعة مع المولود الجديد، تم فين كتوقع السهوة الكبيرة. الطفل في هاد السن كيكون فضولي وباغي يكتشف اللي داير بيه، ويقدر يخرج للزنقة أو يتبع شي حاجة وهو ما عارفش الخطر اللي كيتسناه، والناس اللي حاضينه كيسحاب ليهم راه مع فلان أو فلانة. ثانياً الثانية الغدارة، الأم بزاف د المرات كتكون مع ولدها برا حدا الباب، كتقول مع راسها غير ندخل نجيب شي حاجة بالزربة ونرجع. هذيك اللحظة بالضبط هي فين كتقدر توقع الكارثة. ما تخليش ولدك أو بنتك بوحدها للمجهول، حيت في ثانية واحدة يقدر يطيح في شي حفرة ولا بير، ولا يغرق في شي واد، أو يطيح في يد وحوش بشرية ومتربصين كيتسناو غير ديك الغفلة. هزي ولدك معاك ودخليه معاك، ما تخليهش للمصير المجهول. في الأخير كنطلبوا من الله سبحانه وتعالى يبرد نار ميماتهم ويرجع سندس ويونس لحضن عائلاتهم سالمين غانمين. وقبل ما نسالي بغيت نسولكم، نتوما شنو بان ليكم في هاد الشي؟ واش كتظنوا باللي هاد الاختفاءات عندها علاقة بهاد الخرافات ديال الزهريين والشعوذة واستغلال براءة الأطفال في استخراج الكنوز، ولا هي مجرد حوادث عرضية وقعت بسبب الغفلة؟ خلوا لي رأيكم في التعليقات.